القصة بتبدأ ببطلنا زيو وهو عايم فوق السحاب، والملاك مايكل بيقول له ان هو مات في حادثة، ومايكل كمل وقال له ان هو هيتبعت لعالم تاني يقدر يعيش فيه بوحده. فزيو قال له ان هو عايز يعيش حياة هادية، ومايكل كمان قال له ان هو هيتبعت لعالم في حوالي 20% من البشر بيقدروا يستخدموا التعويذات السحرية، وعنصره الاساسي هيكون المية، وكمان هيعيش في غابة جوندو، وهناك هيلاقي مؤنتج فيه شهوان. لا وكمان في حاجز حوالين الغابة هيمنع الوحوش انها تعمل منه بفتاء. وبعد كده زيو صحى على صوت العصافير والشلالات، وبيطلع من الغرفة بتاعته وبيلقى خنجر وكام كتاب على الترابيزة كده. وقبل ما يطلع اخد بصة سريعة كده على المكان، وحاول يتحكم في المية بالسحر، واتأكد ان هو فعلا عنده قوة التحكم في المية. وبعدها جمع خشب وقعد يقرأ الكتب اللي الحاكم سابها له، وبعدين بدأ يتدرب على تعويذات المية. وبعدها حاول يولع نار بس فشل، فافتكر معلوماته عن الكيمياء وحاول يجمد المية ونجح، وعمل كريستال التلج ووجه بيها الشمس وقدر يولع النار. وبالليل قعد في حوض سخن كده، وكان مبسوط بالانجاز اللي عمله، واكتشف ان هو يقدر يعمل ميه سخنه بنفس الطريقه اللي جمد بيها الميه، وكونه يقدر يستخدم السحر وكان مفوحه جدا. وتاني يوم افتكر ان معاه اكل يكفيه شهرين فقط لا غير، ولازم يصطاد قريب، ولكن هو مش بيكون معاه غير سكينه دبلانه، علشان كده لازم يتعلم تعويذات هجوميه كتير. وطلع يتدرب على تعويذه قوه الميه، بس بدلها واختار بدلها نافوره ميه قويه جدا، والنافوره كانت ضعيفه جدا في البدايه، لكنه بيفتكر كلام مايكل ان السحر بيقوى بالخيال، فبدأ يتخيل الشكل اللي عايزه، وكل ما هو السحر بيكون اقوى اكتر، ولحد اخر اليوم بقت النافوره اقوى بكتير. وتاني يوم بدأ يتدرب على عمايل التلج، وبرغم ان هو كان بطيء جدا قدر يعمل شظية تلج واحدة وحاول يطلقها على الشجرة، بس اتعلم بسرعة ان التحكم في التلج اصعب بكتير من التحكم في المية. بس بطلنا محبش يستسلم وكمل يتدرب لحد المغرب، وقدر يعمل اكتر من شظية تلج مع بعض، بس لسه بعيد عن ان هو يستخدمها كسلاح. وبعدها رجع لجوه ولاحظ ان هو بيحتاج ضوء الشمس علشان يولع النار. وفي الايام اللي بعدها فضل يتدرب لحد ما بقى يقدر يعمل شظايا تلج بكل سهوله. وبعدها عمل رمح عن طريق ان هو يربط السكينه في عصايه من البامبو، وخرج من الحاجز. واثناء ما كان ماشي في الغابه الكثيفه جمع كام حجر ناعم من النهر علشان يولع نار حتى بالليل. واثناء ما كان بيسن السكينه خنزير ظهر وبدا يهجم فجاه، ولكن في اخر لحظه زيو اتحرك من الطريق، بس الخطر لسه موجود لما هجم تاني، وزيو جمد الارض وخلاه يتزحلق. وبعدها عمل شظايا تلج كتير وخلص على الخنزير بكل سهوله. وبالليل بيقرأ عن الوحوش في العالم ده، واكتشف ان فيه تنانين تقدر تدمر مدن كامله لوحدها، وكمان في وحش اسطوري اسمه اكوما، والكتاب بيقول ادعي انك ما تقابلهوش في حياتك. وتاني يوم زيو دخل الغابه علشان يلم شويه فواكه كده، لكن وعلى غفله طائر هجم عليه، ففضل يهجم عليه بالسحر. ولما الطائر هجم عليه زيو عمل درع علشان يدافع عن نفسه، لا وكمان اصابه في عينه اليمين، فالطائر هرب بسرعه. وبعد ما سابه زيو ضاع في الغابة وشاف مخلوق غريب اسمه دولهان. والكام يوم اللي بعدها زيو بعدها بيقابل مخلوقات مختلفة، وده بيحصل اثناء ما هو كان بيجمع اكل لنفسه، ومستواه في سحر المية بقى اعلى بكتير بشكل ملحوظ. ولما بقى واثق في نفسه قال ان هو لازم يقاتل الدولهان اللي شافه عند النهر، بس هو ملوش اي فرصة قدامه لانه هو كائن اسطوري بمعنى الكلمة. ولكن الدولهان طلع مسالم، فزيو قال ان هو هيقتله كل ليلة علشان يكون اقوى. والدولهان كمان اداله سيف مية، وزيو خده وشكره. وبعد كام يوم قابل الطائر واللي قتله قبل كده، وبيبان ان هو اتطور جامد بعد المعركه اللي فاتت، ودخلوا في معركه قويه ضد بعض. وبعد قتال جامد زيو قدر ينهيه بالسيف الجديد، وهو بيموت زيو شكره ان هو خلاه اقوى قبل ما يخلص عليه باحترام. واثناء ما كان راجع قابل تنين بيكلموا بالتخاطب، والتنين ساله لو شاف طائر حوالين المكان، وزيو قال له ان هو لسه مخلص عليه من شويه. والتنين بص على السلاح وقال ان هو ملك للملك الجني وما بيدوش غير للناس اللي بيعجبوه. وزيو قعد يسال التنين عن العالم ده لحد ما جه المغرب وقال ان هو لازم يمشي. وقبل ما يطير التنين قال له ان هو اسمه لوين، وزيو اتصدم من اللقاء ده. وفي نفس الوقت مايكل كان بيدور في ملف زيو، واكتشف ان هو عنده صفة مخفية زي بنت كانت هنا من 10,000 سنة. وبالنسبة لزيو الصفة المخفية اللي عنده هي الشباب الابدي. وفي يوم من الايام زيو لقى سفينة مكسورة وجثة مومية على الشاطئ، وكمان شاف راجل تاني بيتقلب من الوجع فبيساعده. واول ما الراجل فاق لبس هدومه وخرج بره، وزيو فجأة سلم عليه، والراجل اتفاجئ لان هو ما حسش بزيو خالص، وعرف عن نفسه وقال ان هو اسمه ابيل، وشكر زيو لانه هو انقذ حياته. وزيو قال له ان هو كان الناجي الوحيد، بس ابيل قال له ما يزعلش على الباقيين لان هما كانوا مهربين. واثناء ما هما بياكلوا سوا ابيل ساله هو ليه لابس هدوم شبه الشحاتين كده، وزيو قال له لان هو ما عندوش غيرهم وما فيش اي مدن او اسواق قريبه. فابيل فهم ان هو بيعتمد على الصيد علشان ياكل. وزيو بعدها رواه سحر الميه، وابيل انبهر لان هو ما كانش متوقع منه كده. وبعد الاكل
الاكل زيو خد ابيل للشاطئ، وفي الطريق ابيل ساله لو ضاع منه العصايه السحريه بتاعته، وزيو قال له ان هو اصلا ما عندوش، فابيل افتكره ان هو مفلس او حاجه، فبيعرض عليه ان هو يمشي قدامه لان فيه وحوش حوالين المكان، وزيو سابه. ولما وصلوا للشاطئ لقى ان هو في حاجه سحبت كل الجثث، وابيل كان مبسوط ان زيو انقذه قبل ما يموت زيهم. وبعد ما قلبوا السفينه ابيل خطط يرجع لاصحابه في مدينه في الشمال اسمها لوين، وعرض على زيو ان هو يجي معاه لان هو مش عارف الطريق ومحتاج حد يرشده. وزيو فكر شويه في الموضوع وبعدين وافق ان هو يسافر معاه. وبالليل وبعد ما بص كويس على المزرعه زيو راح للنهر علشان يودع الدلهان، وابيل استنى خلفه لان هو افتكر ان هو رايح يودع حد من معارفه. وبعد شويه زيو قابل الدلهان وقال له ان هو هيمشي فتره كده وان هم هيقاتلوا بعض لاخر مره، والدلهان وافق ودخلوا في قتال جامد ضد بعض، ولكن في النهايه زيو هو اللي خسر. وبعدها الدلهان طلع رداء ابيض كده وبيديهوله، وده علشان ما يبقاش شكله شبه الشحاتين كده. وتاني يوم زيو وابيل بداوا رحلتهم وقابلوا خنزير، وابيل راح قدامه وعمل ضربه خاصه قتلت الخنزير بسرعه، وده فاجئ زيو. ولما زيو ساله عن الحركه ديت ابيل قال له ان هو فن قتالي، وديت حاجه منتشره بين مستخدمين السيوف. وبعد ما باتوا في الغابه كملوا اعمق لحد ما قابلوا ناس شبه السحالف المستنقع كده، وابيل بياخد لفه طويله علشان يتجنبهم، بس زيو لاحظ ان السحالة ديت بتمشي خلفهم، وابيل استعد للقتال. ولكن قبل ما يعمل اي حاجه زيو استخدم تعويذه رماح التلج وخلص عليهم بسهوله. وابيل اتلخبط شويه كده لانه هو اول مره يشوف التعويذه ديت، وزيو بكل بساطه قال له ان هي تعويذه ميه عاديه. وابيل اتصدم ان زيو قدر يعمل 4 رماح دفعه واحده كده، لان من خبرته محدش قدر يمسحه مزدوج قبل كده. وكملوا مع بعض، وابيل ادى لزيو عمله معدنيه من مملكه ناتاليا، وطبعا زيو عمره ما شاف فلوس قبل كده، فابيل بدا يشرح له عن اتحاد هانديلو، وكمان بيشرح له عن امبراطوريه دوهي. بس زيو قال له ان دوه ده هو اسم وحش، ولو هو جزء من الامبراطوريه ديت كان خلص على نفسه. وبعد شويه وصلوا لساحه مفتوحه وهما بيستعدوا، ابيل شوح ان ده عش الغلم الحجري، والقتال بدا. وابيل وهو بيهاجم اكتشف ان ضرباته ملهاش تاثير، وزيو بيقرر يضحك عليه وبيطلع مكعب تلج كبير وداس بيها على 2 من الغلم، وفضل واحد بس وكان ثابت وما بيتهزش، وعلى دماغه حجر سحري اصفر. وابيل فهم ان هو غلم كبير في السن وعاش معارك كتير وخلص على الالاف من الخصوم، وكملوا طريقهم لحد ما شافوا بيموس داخل معركه ضد مجموعه من الوايفرن. ومع ان هو محاصر البيموس كان بينضفهم واحد واحد، وزيو لاحظ ان هو بيستخدم تعطيل السحر. وبالليل هم عاملين كامب، ابيل شوح لزيو عن الدهاليز وده حمس زيو جدا، وابيل قال له ان في مدن عندهم دنجن خاص وزيو يقدر يجربه لو هو عايز. وكمان قال له عن الاقزام اللي شاطرين في السيوف والحداده والالف اللي عايشين اغلبهم في الغابات، وزيو قال له ان ده بالظبط زي اللي كان متخيله. فابيل بدا يشك في مصدر معلوماته. وتاني يوم هما بيعدوا الجبال زيو قال ان هما قربوا يدخلوا اراضي البشر، وابيل ساله هو عرف ازاي، وزيو محبش يقول له ان هو كان عامل سؤال وجواب مع التنين فطنش سؤاله. وهما مكملين قبل جريفن شكله زعيم نهائي لدرجه ان ابيل نفسه اتخض منه، بس زيو ماله شويه لحمه نيه كده بعيد، والجريفن طاروا عليها. وهما ماشيين بعدها ابيل قال ان البيموس والوايفرنز محدش شافهم بقالهم كتير، وان هما محظوظين ان هما لسه عايشين بعد ما شافوهم. واضاف ان الجبال غالبا كانت منع الوحوش ديت انها توصل للشمال، بس زيو فكروه ان الوايفنز جاي من الشمال اصلا. وفجاه وهما ماشيين لقوا مجموعه ضخمه من الكائنات ديت عامله حفله حرفيا، وابيل قال لزيو ان هما ما ينفعش يدخلوا يقتلوهم لان عاده محتاجين 20 راجل عشان يوقعوا واحد منهم. بس زيو قال لو احنا سيبناهم هنا هيعملوا مشاكل بعدين، والاحسن يخلصوا عليهم دلوقتي وهم سايبين نفسهم. وبعد ما فكروا شويه قالوا ان هم هيقتلوا، وزيو مسحهم بكل سهوله. وبعدها كملوا طريقهم في الجبل لحد ما وصلوا للقمه، ولما نزلوا ابيل كان حاسس بالانجاز لان هم جمعوا احجار سحريه كتير من الوحوش. وهم بيبصوا حواليهم زيو قال يابا بس ما نكونش في دوهي لان هو بيكره اسم المكان ده اصلا. وابيل بعدها شاف طريق رايح في اتجاه الغرب وفهم اخيرا هم فين، وقال ان هم لو مشوا على الطريق ده هيوصلوا لمدينه كايادي. وبالليل ابيل وزيو دخلوا مكان حانه كده، وابيل قعد يشرح له نظام نقابه المغامرين وطلب من زيو يسجل معاهم لان كده يقدر يدخل اي دوله من غير ما يدفع رسوم. لا وكمان يقدر يبدل الاحجار السحريه بفلوس او يستخدمها في الكيمياء. وساعتها جات العامله ومعاها رز بالكاوي، وزيو اتجنن من الفرحه ان هو لقى الاكله ديت هنا. وتاني يوم زيو لسه بيغرى عن الاكل، وابيل مبسوط ان هو عجبه. وبعد ما مشوا لساعات وصلوا لمدينه اسمها لوين، وعند البوابه ابيل قابل صاحبه نيمز اللي اتبسط جدا ان هو لسه عايش، وقال ان هو كان معلن ان هو مفقود. ولما عرف ان زيو هو اللي انقذه مسك ايده بحماس، وده خلى زيو مبسوط جدا ان هو قدر يرجع ابيل لاصحابه. وبعدها ابيل وزيو اتوجه للنقابه، وابيل قال لزيو ان هو هياخد رتبه اعلى من الطبيعي بسبب توصيته، وده معناه مهمات افضل وفلوس
فلوس اكتر. وابيل كمان قال ان هم لو باعوا كل الاحجار السحريه مره واحده هيعملوا خلل في النظام، وده لان الكميه مهوله، بس ديت مش مشكلتهم. واول ما ابيل دخل النقابه كل الناس اتلموا حواليه وهم مبسوطين ان هو بخير، وزيو ساب ليهم مساحه وخرج يستنى في الخارج. وساعتها بنت ودانها مدببه كده عدت من جنبه واخدت بالها ان زيو لابس رداء ملك الجنيات، فقالت ان الملك شكله حبه وكملت طريقها في سكات. وبعدها مشيت ابيل نادى على زيو ودخلوا النقابه وعرفوا عليهم ان هو اللي انقذه. وبعدها بياخدوا للموظفه نينا وقال لها ان هو بيضمن زيو شخصيا، وهي اتفاجئت شويه كده بس وافقت تسجله من الرتبه دي، بس لازم يثبت قوته الاول. وفي شخص اسمه هيو لما شاف ابيل عايش اتبسط جدا وشكلهم صحاب جامد، وابيل طلب من هيو ان هو يرفع رتبه زيو لانه هو قوي جدا. بس في الاول هيو ما صدقهوش لحد ما ابيل طلع شنطه مليانه احجار وايفز، وهيو اتوتر وقال ان العدد ده هيكفي يوقع دوله كامله. بس ابيل قال ان هم امنين لان الوحوش كانت في جنوب جبال ملفاك، وهيو قال محدش بيطلع عايش من الجبال ديت، وكميه الاحجار ديت دليل كامل على قوه زيو. وقتها اصحاب ابيل واللي هم غين وليهي وولان دخلوا اوضه الاجتماع واطمنوا ان هو بخير، وهي ساب لهم المكان علشان يتكملوا وكمل اجراءات تسجيل زيو. وقبل ما يخرج ابيل قال لزيو يستناه علشان هياخده على مكان مهم. وفي الخارج هيو قال لزيو ان نقابه ابيل هي مجموعه السيف القومزي واشهر فرقات مغامرين في المدينه، وقال ان رغم ان ابيل تقيل شويه الا انه حتى ما بيقدرش يقاتل وايفرن لوحده، وده يثبت ان زيو قوي جدا. وبعدها نينا دخلت تسجل بيانات زيو وسالته عن قدراته وخبرته، وقالت له ان بعد بكره هيكون في اختبار دنجون، وزيو اتحمس ان هو يدخل. وبعد ما حط ايده على البلوه طلعت له اشاره باسمه، وبعدها ابيل ادى لزيو اجره كموافق واقترح ان هما يشتروا له عصايه سحريه، بس زيو قال ان هو مرتاح من غيرها ويفضل السيف في القتال القريب. وابيل قال له يوريه السيف، وزيو شاور على الخنجر الصغير واللي في حزامه. وبعد ما اخد الفلوس زيو لاحظ ان التاريخ والوقت هنا زي الارض بالظبط، وقال بما ان في وز بالكاو هنا اكيد حد من الارض جه هنا من زمان. وبالليل كل المدينه عملت حفله احتفال برجوع ابيل، وزيو كان الضيف المميز لان هو اللي انقذه وسهر طول الليل. وزيو تاني يوم كان ميت من التعب، ونينا بعدها خدته للسكن وعرفته على زمايله الجداد واللي هو نيلز وايتو. واول ما نينا خرجت نيلز قال بصوت عالي ان هو معجب بيها، وايتو قال فوق يا ابن الموهومه. وبعد شويه نينا رجعت معاها مغامر جديد اسمه امان، وقالت ان هو هيعيش معاهم، لكن هم قالوا ان هو لسه صغير جدا في السن، وهو بيقول لهم ان عيلته اتقتلت وهو عايز يشتغل ويكسب الفلوس. وفي الاخر ابيل فضل يحكي لفرقته عن تعويذات تلج زيو الغريبه، وغينا قالت ان هي شايفاها بيكذب علشان مفيش حد غير الساحر وانيفيرز المشهور هو اللي يقدر يعمل النوع ده من السحر. وليها قالت ان القدرات ديت معروفه ان هي مخصوصه للساحر ده وبس، وقالت لو زيو اختار يقف مع امبراطوريه الدوهي يبقى كده الدنيا هتولع وهيبقى نهايتهم كلهم وحشه. وابيل كان واثق ان ده مش هيحصل لان زيو اصلا بيتضايق مجرد ما بيسمع اسم البلد ديت. وفي اليوم اللي بعده زيو حضر الحصه التعريفيه مع امان قبل ما ينزلوا الدنجون، وامان كان مرعوب، فزيو قال له يهدى كده وان حتى واحد زيه يقدر يتعامل. وبعد المحاضره زيو قعد يفكر لو في طريقه تخليهم ينتقلوا على طول للطبقه اللي خلصوها قبل كده. والمعلم شرح ان المدينه ديت ما فيهاش الدنجون اللي فيها ميزه التنقل ديت، وان هي موجوده بس في الجنوب. بعدها كل الطلبه اتجمعوا قدام الدنجون اللي في نص المدينه، والمعلم شرح ان كل كام سنه الوحوش بتتكسر وبتطلع فوق السطح. وامان اتوتر شويه كده وقال يمكن حاجه تحصل، لكن المعلم طمنه وقال له ان الوحوش ديت مش هتتكسر دلوقتي. ولما دخلوا اول طبقه المعلم قال ان مفيش وحوش هنا فممكن يستكشفوا بوحدهم، وزيو وامان مشوا سوا. وفجاه زيو حس بوحش قريب وقال لامان يهاجم عليه وهو هيثبته، وظهر النمله الجندي ولانها ضعيفه زيو طلب من امان يضربها في دماغها، وزيو استخدم رمح الجليد وسنده في الارض، وامان خلص عليها وخدوا الحجر السحري. وبالليل نيلز وايدو كانوا بيحتفلوا ان زيو وامان خلصوا اول تجربه ليهم في الدنجون، وهم بيتكلموا ايدو سالهم هيعملوا ايه بكره، وامان قال لهم ان هو عايز يرجع للدنجون بس مش لوحده. وزيو وافق وقال ننزل للطبقه الثالثه، وامان وافق، بس زيو استغرب ان في نمله جندي في الطبقه الاولى. وقتها ابيل جه وقال ان النمله ديت ممكن تحفر انفاق ويطلع فوق عادي، وزيو سلم عليه. ونيلز اتصدم لان هو شايف واحد مشهور زي ابيل، وبعدين باقي فرقه ابيل بيوصلوا. ولما ابيل قال ان هو عايز يقعد ويلان شاله وخرج بيه بالعافيه، وغين قربت من زيو وبصت له جامد كده قبل ما تمشي مع بقيه فرقتها. وفي الخارج ليها قالت لغين اللي بتعمله ده قله ذوق، بس غين قالت ان هي فضوليه اتجاه زيو. وتاني يوم زيو وامان نزلوا الدنجن وقتلوا مجموعه كلاب بريه، وزيو هو بيتفرج على امان قال له مين اللي علمه الاسلوب ده، وامان قال له ان معلمه كيغا هو اللي علمه اسلوب
اسلوب هيوم، وزيو قال له ان هو لما ياخد خبره اكتر هيبقى كارثه على المجتمع زي ابيل. وامان قال ان هو كان فاكره ساحر بس لا ان هو بيعرف يلعب بالسيف كويس وان ده بيفاجئه. وامان كان عايز ينزل اكتر لكن زيو شاف ان هو تعبان وبيقول له مفيش مملكه بتتبنى في يوم وليله. وقبل ما يمشوا زيو قال له ان ابيل كان بيفضل يتدرب كل يوم الصبح وهم مسافرين ولازم هو كمان يعمل كده. وتاني يوم زيو ما ذهبش للدنجن وراح على المكتبه يقرا شويه كتب كده عن الكيمياء السحريه. وبعدين هو قاعد عند النافوره الدنيا كلها بقت ضلمه فجاه، وزيو بص فوق ولقى كسوف غريب وفجاه حس بهاله قويه جدا. وقبل ما يستوعب حد ضرب عليه نار، وزيو امتص النار بعينيه وشاف بنت بقرون وديل ماشيه ناحيته. وزيو عمره ما حس بقوه زي ديت قبل كده وافتكر ان هي ممكن تكون اكوما. وعلى الرغم ان هو كان عايز يهرب عرف ان هو لازم يثبت غير كده. والبنت حاولت تطعن قلبه بس الضربه اتصدت بسبب الزي بتاع الملك الجني اللي زيو لابسه. ولما البنت شافت كده اهتمت اكتر وقررت تقتله بالسيف وبدات بينهم معركه نار يا صاحبي. وزيو بقى بيضرب بسرعه جنونيه والبنت كانت منبهره بيه لحد ما زيو قدر يأذيها برمح الجليد. لكن في ثواني البنت اتعافت ورمته جوه مبنى، وزيو رد بسحر مطر ميه مغليه والبنت بدات تصرخ لكنها برضه اتعافت بسرعه وقالت ان القتال كان ممتع جدا. بس خلاص وقتها كده خلص وقالت له ان اسمها ليونو. وزيو سالها لو هي اكوما وهي اتفاجئت ان هو يعرف نوعها وكانت بتتمنى ان هي تهزمه قبل ما يفوق، بس اعترفت ان هو قوي ومش هينهزم بسهوله وقالت له يعيش لحد ما ترجع علشان هي بس اللي من حقها تخلص عليه. وبعدها اختفت مع الكسوف. وبعد ما اختفت زيو اعترف ان هو كان هيموت لو هو مش لابس الزي وقرر يشتري كتب عن الاكوما وهو راجع. ولما رجع للسكن لقى زمايله بيتم التنمر عليهم فراح قدم العيال ديت وبعدين طلب من معالج اسمه ايدو يعالج جروحه. وايدو اتصدم من كميه الجروح اللي خدها وزمايله سالوه هو كان بيقاتل مين وزيو بيقول لهم هو ده وقته يا جدعان. دلوقتي بعد ما اكوما حطته في دماغها زيو بقى عارف ان هو ايامه ممكن تكون معدوده، بس حاليا كل اللي نفسه فيه هو حمام سخن وبس. وبعد كده امان نزل الدنجن مع نيلز وايدو، ولما قابلوا ومات الجوبلين استغربوا جدا لان الوحوش ديت مش المفروض تكون في المكان ده، وبسبب ان المستويات اللي تحت ممكن تكون اخطر وقرروا يوقفوا يرجعوا لحد هنا. وفعلا كلامهم كان صح لان كان في وحش خطير ومستنيهم يكملوا علشان يخلص عليهم. وفي الوقت ده زيو كان لسه بيفكر في ليونو وكان عارف ان هو حتى لو كان بسرعتها لسه محتاج تدريب اكتر، وبيحاول يدمج طريق الجليد مع دفعة ميه علشان يسوع نفسه بس فشل ذريع. وفي الناحية التانية غين كانت بتحاول تتعلم اكتر عن التعاويذ اللي زيو بيستخدمها من المكتبة، بس لما ما لقتش اي حاجة عنها بدأت تعتقد ان زيو بيستخدم تعاويذ اصلية من اختراعه. وفجأة سارة جت وانضمت ليها وقالت لها ان هي لسه راجعة من مهمتها اللي كانت خارج لوين. وبعدها الشباب راحوا النقابة وقالوا ان هم قابلوا ومات الجوبلين في المستوى الخامس، وده بيخوف العاملة لان المفروض يكونوا في مستويات اقل، وشكوتهم جريت على مكتب هيو علشان تحذره. فهيو بيتوتر كده وبيسألها عن فرق الرتبة بي اللي موجودة في المدينة، فقالت له ان بس السيف القرمزي واللواء الابيض هم اللي موجودين، فطلب منها تستدعيهم حالا. وفعلا قابلوا فرقته وصلوا وهناك قابلوا شينا وقائد اللواء الابيض واللي بنعرف ان اسمه فيلبس. وبعد ما قعدوا هي شرح لهم الوضع وقال لهم لازم يستكشفوا الدنجن ويشوفوا لو في علامات على المد الكبير، وده هو الوقت اللي الوحوش بتتكاثر فيه وبتطلع فوق الارض، وحذروهم يتجنبوا بال باي تمن، ولو المد الكبير بدأ بالفعل لازم يهربوا ويستنوا التعليمات. وطبعا المهمة كانت ضرورية فالاتنين بيوافقوا وبيتقفل الدنجن على باقي المغامرين. وفي الوقت ده زيو قال لاصحابه ان هو ناوي يروح المكتبة الشمالية، فقالوا له ان هي فيها كتب محرمة ومش بيدخلها غير الناس اللي من رتبة بيه او فوق. وهو ماشي ميلز قال للكل يجهزوا علشان الدنجن بس هما مش عارفين ان هو اتقفل. وزيو وصل للمكتبة وقابل سارة الا لقاها مزة من الاخر يا صاحبي. وفي الدنجن الفرقتين كونوا اللواء كامل من المقاتلين، وقبل ما يدخلوا قابل حس بهالة قوية طالعة من البوابة وقال لغين تعمل تعويذة رياح علشان تستشعر بيها الوحوش. وفعلا اكتشفت ان في فوق ال100 وحش في الطبقة الاولى فقط، وده اكد ان المد الكبير بدأ. وهي امر اللواء يبلغوا الكل ويتقفل الباب، والمدينة بدأت تدخل في حالة فوضى، بينما زيو ولا في دماغه وقاعد في المكتبة بيحاول يقرب من سارة وبيدور على كتب الكيمياء مع انه اصلا بيدور على معلومات عن الاكوما. وسارة ساعدته ولما اتكلموا قالت له ان هي مغامرة من رتبة بي وان هي من الالف ومن حزب اسمه ويند وهي الوحيدة اللي فيه، وده غريب طبعا لان الالف عادة بيعيشوا في الغابات. وفي الوقت ده بوابات الدنجن اتقفلت والمغامرون اتحشدوا عند الاسوار علشان يتصدوا للمد الكبير. وبعد كام دقيقة الوحوش بدأت الهجوم، ومع وصول فوسان لوين الروح المعنوية خلاص ارتفعت، لكن عدد الوحوش كان مهول يا صاحبي. وهيو قال ان ديت اكبر موجة شافها في حياته
حياته، ومع ذلك البشر قتلوا كأنها آخر ليلة ليهم وقدروا يخلصوا على الوحوش الضعيفة. وبعد ما خلصوا هيو طلب فتح البوابة وطلب من الفرقتين يهاجموا جوه كفريق واحد، وفعلا قدروا يوقعوا شوية ساحرات جوبلين لحد ما 3 جنرالات جوبلين ضخمين ظهروا، وآبيل وفيليبس مسكوا واحد منهم، وغيهال وشينا مسكوا التاني، وواحد منهم وقع بسرعة لكن فجأة ضربة وح قوية قطعت الاتنين التانيين، والكل اتصدم لما ظهروا ملك الجوبلين واقف عند المدخل، بس ما ضيعوش وقت وهجموا عليه. وآبيل استخدم فن القتال بتاعه وخرم قلبه، غين عمل التعويذة مطر ورصاص علشان ينهوا عليه وبيتعاونوا لحد ما قتلوه. فيليبس اتبهر بسرعة تخطيط آبيل، بس المجموعة ما كانتش واخدة بالها ان في تهديد تاني قرب منهم، وبعدها المغامرين احتفلوا وهيو قعد يخلص ورق الفلوس وساب الباحثين من العاصمة يدخلوا يفحصوا المكان. ولما زيو جه اتلخبط من اللي حاصل وعرف ان آبيل هو اللي قاد الهجوم ضد ملك الجوبلين. وقتها غين وليهي وصلوا يدوروا على آبيل، وغين استغلت الفرصة تضغط على زيو وتسأله عن تعاويذ الجليد الغريبة، وزيو ما كانش يعرف اصلا ان هي فريدة فرد عليها بطريقة لخبطتها اكتر. وبعد كده آبيل قال قدامها ان زيو حتى مش بيقول تعاويذ قبل ما يرمي السحر، وده صدمها جدا. وتاني يوم زيو عرف ان الدنجن مقفول شهر كامل ومفيش شغل متعلق بيه، واصحابه مش معاهم فلوس، فزيو عرض عليهم شغل في منجم نحاس واداهم مرتب محترم، فبيوافقوا طبعا. واثناء ما هو راجع لغرفته بص من الشباك وشاف فرسان بيتحوشوا ببنت، وفي شخص اسمه دان حاول ان هو يمنعهم لكن الفرسان بيبهدلوه حرفيا لحد ما زيو خلى واحد منهم يتزحلق ويقع. لكن في اللحظه ديت فيليبس ظهر ووبخ الفرسان وفضحهم علشان اللي عملوه. وفي البدايه بيفتكروه واحد ملوش قيمه، لكن اول ما بيتكلم عن ارتباطه ببيت الهايلاين بيفلسعوا كلهم من الخوف. وطبعا هنعرف ايه هو بيت الهايلاين ده بعدين. ودان بياخد البنت وبيوجعها لعيلتها، وفيليبس بيشوف زيو واقف عند الشباك وبيشكره على مساعدته، وبيقول له ان آبيل قال له ان زيو كان ممكن يخلي موضوع العنوان ده اسهل بكتير، فعلشان كده فيليبس نفسه يجرب قوته يوم من الايام. وفي اللحظه ديت شانا بتناديه وبتقول له يجي معاها، فبيمشي بعدها بيشكره. وبالليل آبيل بيدخل وزيو بيتريق عليه علشان نازل يدور على شويه بسكوت، وآبيل بيتكسف وبيقول له يوطي صوته، وده بيخلي زيو يتمادى اكتر. وبعد كده آبيل بيطلب مساعده زيو وبياخده على منطقه المتعه، وبيقول له ان في محقق يعرفه من زمان طلب مساعدته بخصوص شويه فرسان عاملين مشاكل. وفجاه زيو بيشوف ناس شكلهم غريب شويه كده وهو بيتتبعهم، والناس دولت بياخدوهم لمنطقه مقفوله وبينصبوا لهم كمين، بس زيو بيتعامل معاهم. وآبيل بياخد اداه كيمياء كدليل وبيشوف بطريقهم وبيكتشف ان هم من مدينه جليغ واللي هي عاصمه هاندليو. وفي نفس الوقت فيليبس وهو ماشي بيتفسح الفرسان المنحرفين بيمشوا وراه، وده علشان يعلموا عليه، لكن فجاه بيحسوا ان في هاله عظيمه خلفهم. وقبل ما يستوعبوا شانا بتظهر وبتخلص عليهم. وتاني يوم الباحثين بيجوا على النقابه وبيطلبوا طلبات غريبه زي اكل وحراس، وكمان بيطلبوا ان هم يدخلوا الزنزانه. وهو بيتضايق وبيقول لهم يشتروا اكل بنفسهم، ولو هو فتح الزنزانه ضد حد منهم هم المسؤولين. وبيقول لهم كمان ان هم يجيبوا حراس لنفسهم والنقابه مش هتديهم حاجه ببلاش. وبعد كده زيو بيروح بيت حفله آبيل وبيتصدم ببنت موعوبه بتطلب منه ياخدها للنقابه علشان معاها اخبار مهمه، وزيو بياخدها وبتقول له ان هي معاها جواب من البروفيسور هيلازيون، وفي الجواب ده البروفيسور بيطلب مساعده آبيل للباحثين. وآبيل بيقلق شويه كده من فتح الزنزانه تاني، وبيشرح ان هو من كام سنه في فرقه من التصنيف ايه ترتيبها عالي وقائدها من الرتبه اس دخله وما وجعوش، وده لان اللي بيحصل جوه بعد الموجه العظيمه بيكون مجهول تماما. وزيو ما بيحبش يتدخل وبيمشي. وساعتها البنت بتقول ان اسمها ناتالي وهي من عائله سحرة الميه. وغين بتسال عن التعاويذ اللي بيطلقها زيو، فبتقول اول مره تسمع عنها. وآبيل بيقول ان زيو خطير جدا وبيحذرهم ان هم ما يقربوش منه علشان هو يقدر يخلص عليهم كلهم بايد واحده. وبيوصي ناتالي ان هي لو مش لاقياهم تلجأ لزيو لان هو في صفهم. بعدها الفريق بيمشي مع الباحثين للزنزانه وبيقرروا يستكشفوا اول 3 طبقات بس. وبالليل زيو بيسلم لزمايله الفلوس بتاعه الخامات وبيدخل معاهم في كلام عن الزنزانه اللي لسه هتتفتح. وبعد 3 ايام من التفتيش في 7 طبقات فرقه آبيل ما بتلاقيش اي حاجه مهمه وبيقرروا ينزلوا اعمق جوه. وآبيل بيلاحظ ان ناس الجامعه المركزيه وقائدهم اللي اسمه كليف زهقانين ومستعجلين علشان فاكرين ان الوحوش بتاعه الموجه العظيمه طلعت فوق المستوى 38. والصبح هو بيجمع المغامرين وبيقول لهم اي فرقه من رتبه اقل من دي مش هتدخل الزنزانه وهيركزوا على جمع الاكل فقط. وزيو بيساله عن الاحجار السحريه اللي خدوها من الموجه العظيمه وهو بيقول له ان هي كانت باهته. وفي الوقت ده كليف بيلاقي مدخل سري وبيأمر الرجاله يجهزوا هنا وبيطلب منهم يقيسوا المانع اللي خلف الباب. واول ما بيقربوا بيختفوا كلهم وبيتنقلوا لمكان تاني، فكليف بيخلي جماعه يواقبوا وبيقول ان في الاول كان فاكر
الوحوش جايه من الطبقه 38 او اعمق، بس دلوقتي شايف ان السبب الحقيقي البوابه الضخمه، وكمان فاكر ان هي فرصه ان هو يلاقي مصدر الموجه العظيمه ويستخدم الاستكشاف ده علشان يبقى رئيس القسم. وفي الجهه التانيه شخص اسمه كريستوفر من مدرسه السحر وبيزور فريق التحليل وبيسالهم لو حصلت حاجه غريبه في الزنزانه، ومحدش بيرد عليه، فبيقول لهم ان هو كان داخل الزنزانه مع جماعه من الناس وكلهم اختفوا قدامه، والفريق بيشرح له ان القوى اختفت من الطبقه العشرة وظهرت للحظه في الطبقه ال40، وبيقول ان اعمق حد وصل له هو الطبقه 38، ومعظم الفرق ما تقدرش تعدي الطبقه ال30 اصلا. ولما نيب تسمع ان ابيل موجود تحت بتجري تدور على زيو. وفي الناحيه التانيه شخص اسمه نابي بلغ هيو عن اللي حصل وبيقول له ان كريستوفر عايز يقابله، وهيو بيبدا يقلق على ابيل واللي معاه، وقبل ما يمشي بيقول لنا ما يقولش لحد عن اللي حصل. وبينما زيو رايح المكتبه يدور على كتب بيقابل سوا وبيقول لها بحماس ان هو عايز يشوف تاريخ الكسوف والموجات العظيمه، وسوا بتوافق تساعده، واثناء بحثهم بتساله لو عايز يلاقي علاقه بين الحدثين، وزيو بيفكر ان الحدثين ليهم علاقه ببعض، وسوا بتكون مصدقه كده برضه لان هي شايفه ان الحدثين بيحصلوا دايما مع بعض، والاختلاف الوحيد بينهم ان المره ديت ما كانش فيه كسوف كلي، هي كمان كانت بتدور في الموضوع قبل كده، فاستغربت ايه اللي خلاه يفكر في كده، لكن زيو ما كانش عايز يحكي لها ان هو كان بيحارب الاكوما، فبيغير كلامه وبيسالها ايه اللي بيحدد لون الحجر السحري، فسارة قالت له ان الوحوش الاكبر سنا بيكون عندها احجار اوضح واقوى، وزيو قال لها ان الاحجار اللي اتجمعت وقت الموجه العظيمه كانت باهته، فسارة بدات تشك ان الوحوش ديت كانت موجوده جديد، وزيو متاكد ان في حد اقوى استدعاهم، فسارة بدات توريه سجلات الموجه العظيمه. وفي الزنزانه ارثر شايف ان هم اتنقلوا غصب عنهم وممكن يكونوا نزلوا لطبقات اعمق او مكان تاني خالص، وكمان لان اجهزه تسريع الزمن شغاله، فغيم بتسال لو حد من الخارج هيعرف يساعدهم، وارثر بعدها بيسال ويهايا لو لاحظت حاجه غريبه في الجو، فبتقول له ان المكان ده شبه مربع الضريح كده، وتعويذه سحريه ما بيعملهاش غير الكهنه المحترفين جدا، والتعويذه دي بتصد كل الهجمات والدفاعات، فابيل بيستنتج ان هم محبوسين جوه حاجز، وبيطلب من غين ان هي تستكشف المكان، فبتشوف شويه بشر ومعاهم حوالي 50 كيان جديد قدامهم، وارثر بيفهم ان دولت رجاله كلاب، فابيل بيقترح ان هم يروحوا يقابلوهم. وفي الناحيه التانيه خوف هيو بيزيد علشان هو ما عندوش مغامرين كفايه علشان يطهروا 40 طبقه من الزنزانه، وكريستوفر مش فاهم سبب الانتقال المفاجئ ده، وعلشان هو شايف ان الموضوع ده ممكن يتعاد من تاني بيقرر هو يغامر برجالته وينزل تحت، وهيو بيوافق وبيدعو ان الامور تمشي تمام، لكن كليف ورجالته بيتصفوا واحد واحد على ايد الوحوش الغريبه وحاولوا يعملوا حواجز دفاع بس ما لهاش لازمه، والوحوش بتقلل عددهم بسرعه، ولما بيقربوا منهم كليف بيفتكروا ان هو شافهم في كتاب قبل كده وبيقول عليهم ان هم الشياطين والمعركه لسه شغاله.